مع ازدياد عدد السكان في دول العالم نتيجة للنمو الطبيعي، ومع التغيرات الاجتماعية والسياسية والمعرفية المتسارعة، تتعاظم التحديات أمام الأنظمة القضائية بشأن تقديم الخدمة القضائية لمستحقيها وتوفير الحق بالتقاضي للإنسان أمام قاضيه الطبيعي. تتنوع التحديات بين توفير الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة وبين مواكبة التشريعات والقوانين للتطورات الاجتماعية والتغيرات الثقافية. وقد وجدت أكثر الدول حول العالم في استثمار التكنولوجيا ضمن العملية القضائية حلاً لمشاكل معقدة أبرزها تزايد القضايا أمام المحاكم، وعبرت عن ذلك بإرادة وطنية تجلت في توجهات سياسية كان لها عظيم الأثر. ونستعرض هنا النتائج المهمة التي حققتها دول الجوار لدولة فلسطين، ونبدأ من جمهورية مصر العربية. مصر أصبحت بالرغم أنه كان يوجد لديها اختناق قضائي بشكل يعني غير مسبوق، لدرجة أنه خبراء من دول الفرنكوفون سنة 2009 قدروا لو أغلق التسجيل باب محكمة النقد المصرية هي بحاجة ل20 سنة للتغلب على المتراكم لديها من القضايا. بتاريخ 25 تموز 2023 صرح المستشار عمر مروان وزير العدل المصري أن القضاء المصري بعد إنجازه عملية الربط بين الهيئات القضائية وجميع الجهات ذات العلاقة بالعملية القضائية واسطة وسائل التكنولوجيا في منظومة عمل المحاكم، قد استطاع القضاء المصري تحقيق الإنجازات التالية: 837 دعوى فقط من أصل نحو 410 ألف دعوى تبقت في المحاكم المصرية من الدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019. الدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 تم إنجاز 88% من إجمالها. دعاوى منازعات الأسرة تبقى 4 دعاوى فقط من نحو 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020. دعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة نحو 26 مليون دعوى، تم إنجاز 95% منها. في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17 من مايو 2023 نشرت الجريدة الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية تعديلاً لقانون أصول المحاكمات المدنية يتضمن التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة مع توفير جميع الضمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات. تمكن هذه التعديلات أطراف الدعوى من تبادل اللوائح والمذكرات إلكترونياً، بالإضافة إلى المرافعات التي كانت تقدم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة. طبعاً بالأردن مؤخراً بشهر أيار أدخلوا تعديلات جديدة على قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وطبعاً يعني سيترتب عليها سرعة إنجاز العديد من القضايا في المحاكم الأردنية. بتاريخ 3 من مايو 2023 أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع القانون، فقرر مجلس النواب بتاريخ 4 من مايو 2023 دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة مشروع القانون وإعطائه صفة الاستعجال، ثم صادق مجلس الأعيان بتاريخ 10 من مايو 2023 على مشروع القانون بعد مصادقة مجلس النواب. وبتاريخ 17 من مايو 2023 نشر القانون ودخل حيز السريان. والأردن الآن متطورة، وقد تكون يعني من أفضل الدول تطوراً فيما يتعلق بالتبليغات الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني والمحاكمة عن بعد وسماع الشاهد عن بعد. شأنها شأن دول الخليج العربي. تتجه دول العالم نحو إدماج التكنولوجيا في منظومة العمل القضائي على الرغم من تمتع هذه الدول بالسيادة الكاملة على أرضها. وفي فلسطين يفرض الاحتلال تحديات هائلة أمام تحقيق العدالة من قبل مؤسسات إنفاذ القانون تتعلق بالسيطرة على الأرض وتقييد حركة المواطنين بين المناطق وغير ذلك من التحديات. بالحقيقة نحن أحوج من كافة الدول المحيطة بنا لهذه التشريعات، نظراً لوجود احتلال يستطيع أن يغلق بين المدن متى شاء
بيعطل الحياة. يعني على سبيل المثال عندنا محكمة بداية الصلح رام الله، معظم قضاتها من مدينة نابلس. عندما يتم إغلاق حاجز حوارة أو زعترة لا يصل أي قاضي إلى محكمة صلح أو بداية رام الله أو استئناف رام الله حتى للمحكمة العليا. نحن بأمس الحاجة إلى تطوير تشريعاتنا. القوانين الإجرائية الموجودة عندنا مضى عليها أكثر من 22 عام، ولا يخفى بأنه أي قانون يتم تطبيقه يظهر أثناء التطبيق عيوب أو نواقص، يتدخل المشرع يعني لتعديل النص أو وضع حلول للنقص. ولدت هذه التشريعات تعطي المحامي المماطلة، تعطي القاضي المترهن الذي لا يستطيع السيطرة على الدعوة أن يؤبد الدعوة. يعني حتى بعض الدول فيما يتعلق بالتوقيف على الجنح، يعني لم يعد هناك توقيف على الجنح، يعني تتم المتابعة إلكترونيا للمتهم، وبالتالي ما في داعي لتوقيفه في السجن. طبعا هم استفادوا منها فيما يتعلق بتسجيل الدعاوي، في التبليغات الإلكترونية، في إلزام المحامي بتقديم عناوينه الإلكترونية بما في ذلك رقم تلفونه الخلوي، والتبليغ فيما يتعلق بموكل هذا المحامي جائز على عنوان المحامي. حتى عنوان المحامي المقيد في نقابة المحامين يصلح عنوانا للتبليغ وينتج آثاره القانونية. لا شك بأن التطبيق أظهر بأن هناك عيوب وهناك نقص، مثالها حضور المتهمين في الجنايات أو حضور الشهود. الدعوى الجنائية بسبب تغيب المتهمين أو تغيب الشهود تطول أمد الفصل بها. وقد استطاعت السلطة القضائية الفلسطينية تهيئة بيئة معلوماتية إلكترونية تتناسب مع التعديلات القانونية المطلوبة، بضمان ألا تؤثر التعديلات على سير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. برنامج الميزان هو برنامج لإدارة سير الدعوة القضائية، تم بناؤه على مرحلتين، وحالياً بنطور في المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى كانت ميزان واحد، قواعد بيانات متفرقة، ما كانتش بالتطور العلمي الموجود حالياً. تم تطويره لبرنامج ميزان 2 بقاعدة بيانات مركزية قادر على إصدار التقارير بشكل دقيق وبشكل موضوعي، قادر على توفير شاشات لأصحاب القرار في مجلس القضاء الأعلى، من رأس الهرم رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الدوائر المختصة مثل التفتيش القضائي أو المكتب الفني، شاشات لمتابعة عمل القضاء، لإصدار التقارير اللازمة لأصحاب القرار لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الموضوع. بالإضافة لبرنامج الميزان انبثق عنه خدمات إلكترونية خاصة بالجمهور والمحامين والمؤسسات القطاع الخاص، الشركات، مؤسسات القطاع العام. تم ربطه مع حوالي 8 جامعات في الوطن بهدف الاستفادة من قرارات المحاكم للبحث العلمي للطلاب الموجودين في الجامعات. ونحن الآن يعني عندنا نسخة ميزان 2، وبصدد في شهر يعني 9 ممكن أن نطلق نسخة ميزان 3، وهي متطورة جدا جدا. اليوم وبعد النجاح الذي حققه برنامج ميزان 2، يقود مجلس القضاء الأعلى بالشراكة مع العديد من المؤسسات المستخدمة والمطبقة لبرنامج ميزان 2 تطوير نسخة جديدة من الميزان تسمى ميزان 3، آخذين بعين الاعتبار جميع ملاحظات السادة القضاة والمحامين وجمهور المتقاضين، تماشيا مع الثورة التكنولوجية الهائلة واستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من حيث الميزان وتطبيقاته فهو جاهز بشكل كامل لتلقي واستقبال أي تشريعات قانونية فيما إذا عدلت في المستقبل. وقد حقق القضاء الفلسطيني إنجازات مهمة في الحالات التي وجد فيها الغطاء التشريعي. بالاعتماد على برنامج الميزان الإلكتروني، تم في العام 2022 تقديم 360,955 طلباً إلكترونياً إلى دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية. فيما يتعلق بالطلبات التنفيذية، كان يتوجب على المحامي في حال رغب في تقديم طلب أن يحضر بشكل شخصي إلى دائرة التنفيذ التي يرغب في تقديم الطلب إليها. وفي حال كان يرغب بتقديم عدة طلبات في عدة دوائر تنفيذ، كان ذلك يتطلب منه التنقل في عدة محافظات، كان يتطلب جهد كبير ووقت كبير في ظل الظروف التي نعيشها في وضعنا الحالي. تطبيق الطلبات الإلكترونية أعطى المحامي مرونة
ويسر كبير تتعلق بآلية تقديم هذه الطلبات. فأصبح اليوم بعد تطبيق نظام الطلبات الإلكترونية بأنه يستطيع أن يقدم جميع طلباته في دوائر تنفيذ متعددة من مكان واحد. بعد تطبيق النظام في العام 2022 تم استقبال حوالي 360 ألف طلب في عام واحد. نحن نتمنى على الجمهور أن يكون عونا لنا في إقرار هذه التشريعات، وهي تشريعات أقرت في كل دول العالم، يعني باستثناء فلسطين، وفلسطين هي أحوج بلد في العالم لإقرار مثل هذه التشريعات.